شهر 7 2024 قبل الانتخابات الأمريكية ما تتم بأربع أو 5 شهور كده، إدارة جو بايدن قلبت على كل الناس اللي بتهاجم إسرائيل. كان خلاص 7 أكتوبر حصلت في 2023 وابتدى المعارضين أو الناس يعني المسلمين أو العرب في أمريكا من المجازر اللي بيشوفوها ابتدوا هم يهاجموا إسرائيل. فلما إدارة جو بايدن شافت الكلام ده قالت لك أي حد معارض أو بيتكلم ضد إسرائيل يترحل ويروح على بلده ويتلغي منه اللجوء السياسي. مين بقى اللي كان من ضمن الناس دي؟ علي حسين مهدي. علي بعد ما هو كان واخد لجوء وعايش في أمريكا وبيبرطع هناك وبيهاجم النظام وبيقطع في مصر، أول بس ما غلط في إسرائيل وجاب سيرتهم إن هم المساهمين في الإبادة اللي بتحصل في غزة، على طول الأمريكان قالوا لك إيه؟ الغي لي بقى اللجوء اللي هو واخده ده واسحب لي التمويل والفلوس اللي هو بياخدها ورجعه على بلده. وطبعا كل منظمات حقوق الانسان واللي كانوا بيتكلموا عن الديمقراطيه واحتضان الراي الاخر والناس اللي بترعى الناس الحقوقيين اللي هم بيتكلموا ضد الديكتاتوريين، كل دول سدوا ودهم واستغنوا عنه. لدرجه لما علي ابتدى يعاند ويتكلم برضه في الملف بتاع قضيه غزه اتقبض عليه واتحبس لمده 6 شهور. فعلي لما لقى بقى ان خلاص الدنيا باظت قال لك انا هرجع مصر تاني، وفعلا اتواصل مع الجهات